هي ازاي عملية الإنعاش بالفم بتشتغل أو قبلة الحياة بتشتغل؟ إنها عبارة عن إن شخص بيطلع الزفير بتاعه من الفم في فم الشخص المصاب علشان يعمل إنعاش للرئتين. ازاي هيعمل إنعاش للرئتين؟ بالزفير بتاعه اللي بيكون عبارة عن ثاني أكسيد الكربون. ولأن الإنسان أصلا بيتنفس عن طريق عملية الشهيق اللي بيدخل فيها كمية من الأكسجين للرئتين، وبعد كده عملية الزفير اللي بيطلع فيها ثاني أكسيد الكربون من الرئتين، فبالتالي ما ينفعش أصلا إن الإنسان يستخدم الزفير بتاعه لإنعاش الرئتين. كل الكلام اللي أنا قلته ده فيه جزء صح وفيه جزء غلط. الجزء الصح فيه هو إن ما ينفعش إنسان يعمل إنعاش أو تنفس للرئتين بثاني أكسيد الكربون. والجزء الغلط هو ان الزفير بتاع الانسان ما بيكونش عبارة عن غاز ثاني اكسيد الكربون بس، او حتى الشهيق بتاعه ما بيكونش عبارة عن غاز الاكسجين بس. في عملية التنفس بيبدأ الإنسان ياخد كمية من الهواء اللي موجود في الجو وبيدخلها على الرئتين، والهواء ده بيكون مجموعة من الغازات واللي منها غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الأكسجين. وغاز الأكسجين فيها بيكون بنسبة 21%. لما بيوصل الهواء ده للرئتين بتبدأ إنها تستخلص الكمية اللي محتاجاها من الأكسجين، واللي بتكون حوالي 5%. بعد كده كمية الهواء اللي فاضلة عندنا بتبدأ إنها تطلع مرة تانية عن طريق الفم على شكل الزفير، واللي بيكون فيها برضه نسبة أكسجين حوالي 16%. وبالتالي كمية الأكسجين دي كافية لما توصل من شخص لشخص تاني علشان تعمله عملية إنعاش للرئتين. كمية الأكسجين دي كافية إنها تنعش الرئتين مرة تانية. ولكن في الحقيقة مش دايما عملية الإنعاش بالفم أو قبلة الحياة بتكون ناجحة أو بتأثر على الشخص المصاب، ولكن هي عبارة عن إجراء بسيط بنعمله علشان نساعد الشخص المصاب ونكسب وقت لحد ما المسعفين يوصلوا ويعملوا له الإجراءات اللازمة.